استعاد من جديد لقائمة المنتخب المغربي. لاحظ الكرة، الله المحاولة، لكن حارس المرمى نعم الهدف 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 الأول. الله 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 الله، يوسف النصيري يسجل الهدف الأول للمنتخب المغربي. نعم بعد المحاولات وبعد الكرة الأولى والثانية من حارس المرمى للابعاد، لكن هنا يوسف هو من يدون في الشباك بداية سريعة للمنتخب. تتخلص أكيد المنتخب المغربي اللي راح يشارك الآن للمرة السادسة في تاريخه في المونديال، وأكيد المشاركة كأكثر منتخب عربي بجانب أيضا المنتخب التونسي والمنتخب السعودي. لاحظ الاستلام، الله على الكرة والمحاولة، لكن بعد من حارس المرمى لا زالت مستمرة خطيرة هذه الكرة، لا زالت قائمة، لكن بعد ذلك الإبعاد من جانب المدافع لوكا ليبعد الكرة الماضية. في نقلة في منتصف الملعب، نقلات من جانب المنتخب المغربي. حكيم زياش لعبها كرة في الطرف الأيمن، انطلاقة أشرف حكيمي، هذه خطيرة. هل من عرضية فيها محاولة لا زالت مستمرة، هل من رأسية، لكن الكرة عدت وإلى خارج أرضية الملعب. الله على أسود الأطلس، حتى الآن يقدمون أداء يعني مميز، أداء رائع. لاحظ المحاولة العرضية وبعد ذلك الرأسية، واكيد المجموعه اللي يتواجد فيها المنتخب المغربي يعني مجموعه صعبه، نعم مجموعه صعبه، لكن بحول الله المنتخب المغربي خاصه في المباراه الاولى امام المنتخب كرواتيا، وما في شيء مستحيل بحول الله. يعني نشاهد نتائج ايجابيه بحول الله مع منتخباتنا العربيه المتواجده. لاحظ الكره هذه خطيره في محاوله، الله 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 على المحاوله المطالبه بركله جزاء، لكن حكم اللقاء السيد عادل اللقبي يقول ما فيها شيء في اللقطه الماضيه مع انطلاقه اللاعب سليم املاح اللي حاول في اللقطه الماضيه، لكن الكره الان تعود. هي محاولة الآن لمنتخب جورجيا، التسديدة، لكن ياسين في الموعد لا زالت مستمرة، لا زالت قائمة الآن، لكن الكرة عادت الآن في الطرف الأيمن العرضية، فيها محاولة والكرة بعد ذلك بتتخلص بصورة ممتازة. رومان سايز في هذه اللقطة، لاحظ المحاولة والتسديدة القوية، لكن التألق لحارس المرمى ياسين كان في الموعد، حارس مميز نعم. في لحظة ابعاد للكرة شهد حديث أيضا المدرب السيد وليد الركراكي اكيد الذي تحدث امام الاهلي الان. لاحظ هنا العرضيه والهدف اللي سجل من جانب اللاعب يوسف النصيري اللي سجل الهدف، التقدم لمصلحه المنتخب وايضا المنتخب السعودي وايضا المنتخب القطري. لاحظ الكره الان عادت في منتصف الميدان، هي محاوله الان انطلاقه اماميه لمصلحة المنتخب المغربي في الطرف الأيمن، هذه خطيرة، هل من تسديدة، لكن ابعاد من حارس المرمى، برافو مع أشرف حكيمي اللي كان متقدم واللي كان مندفع إلى الأمام، ولكن جاءنا ردة فعل ممتازة لحارس المرمى جورجي ماماردا ليبعد الكرة الماضي. لاحظ الكرة والمحاولة والتسديدة من جانب للعرب في كأس العالم، كانت أول مشاركة للمنتخب مصر، نعم منتخب مصر. لاحظ الكرة والمحاولة، الله هدف عالمي، الله 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 الله، هدف عالمي نعم، يسجل الهدف عن طريق اللاعب حكيم زياش. يا سلام هذه عابرة عبر القارات في اللقطة الماضية لأسود الأطلس عن طريق الأمامية في منتصف الملعب. حكيم زياش استلام في نقلة أمامية، السلام على أشرف حكيمي، انطلاقة في الطرف الأيمن، محاولة زالت قائمة، هل من هدف ثالث، لكن حارس المرمى جوردي ماماردا ليبعد الكرة الماضية وأيضا الكرة عادت. هناك ربما تغيير قادم للمنتخب الجورجي. لاحظ هنا استلام للكرة من اللاعب يوسف النصيري اللي حاول، وبعد ذلك التألق لحارس المرمى. تحدثنا عن المنتخب السعودي وايضا المنتخب التونسي، وبجانب مستضيف المونديال المنتخب القطري. لاحظ الكرة محاولة، هذه خطيرة الآن، فيها كرة عز الدين يحاول، لا زالت قائمة، الله على النقلة، لكن لا زالت مستمرة، والابعاد من حارس
حارس المرمى والى خارج ارضيه الملعب. ركله ركنيه، ركله ركنيه، كرات محاولات، لكن الله يعين حارس المرمى جورجي اماردن حاول وابعد الكره الماضيه امام يوسف، وبعد ذلك ايضا محاوله مصير تسلل، لكن الكره الان يشاهد نتابع العرضيه في محاوله، لكن ابعاد من حارس المرمى ياسين في كره اخيره. وايضا هنا الصافره حاضره من قبل حكم اللقاء يعلن نهايه احداث الشوط الاول بتقدم المنتخب المغربي هدفا مقابل لا شيء لمنتخب جورجيا هنا في احداث الشوط الاول من هذا اللقاء. يتواجد في صفوف المنتخب الوطني. لاحظ الان الصافره وبدايه احداث، وايضا النتيجه رائعه للمنتخب المغربي. نقل الكره في الطرف الايمن، حكيم زياش استلام للكره في المحاوله، زياش يلعبها استلام الجانب اللاعب عبد الرزاق حمد الله، عادت الكره الان لحكيم يلعبها نقله اماميه، لكن الكره مرت والابعاد تواجد مع فريق الهولندي. نعم لاحظ الكره والمحاوله راسيه، لكن الكره مرت بجوار القائم والى خارج ارضيه الملعب. هنا خارج ارضيه الملعب، محاوله من جانب اللاعب بلوكا اللي حاول في اللقطه الماضيه، لكن الكره بجوار القائم في الكرات الاخيره. شاهدنا خطوره ماكينه الاهداف. نعم عبد الرزاق حمد الله، هذه خطيره، هذه محاوله في مكان التسديده، لكن هناك الصافره ولمسه يد وايضا ركله جزاء. ركله جزاء يشير حكم اللقاء. سفيان على التنفيذ، نشاهد ونتابع سفيان. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الله 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 الله. نعم الهدف الثالث الان لاسود الاطلس عن طريق اللاعب سفيان بوفال، هو من يسجل بهذه النتيجه الايجابيه. كره مستمره، محاوله الان، لكن الكره بعد ذلك عادت مقطوعه، انطلاقه اماميه. يا سلام على الارتداد، هذه محاوله خطيره، هل من هدف رابع؟ المحاوله لا زالت قائمه في الطرف الايسر، الكره لا زالت حاضره، المحاوله والتسديده، لكن الكره مرت والى خارج ارضيه الملعب. يحيى لعبها مباشره باتجاه المرمى. نعم المحاوله، ويعني الكره كانت خطيره، المطالبه هناك في الطرف الايمن مع انطلاقه اللاعب اللي كان مدافع في الطرف الايمن جواد اليامق، وايضا لكن هناك تسديده ومرت بجوار القائم والى خارج ارضيه الملعب. او كل في عمل